البنت يلي عرفت تضحك على فارس وتتجوزه بالسر ما بينخاف عليها. الثمن، مسلسل تركي بروح عربية. انطلاقة قوية لمسلسلات 2023 يبدأ من مسلسل الثمن الذي يعرض في الفترة الحالية على منصة شاهد وشاشة MBC 1، وهو من بطولة عدد كبير من الممثلين السوريين واللبنانيين. نذكر منهم باسل الخياط، نيولا معوض، رزان جمال، سارة أبي كنعان، رفيق علي أحمد، رندا كعدي، صباح الجزائري وأشخاص آخرين. مسلسل الثمن إخراج فكرة قاضي، وهو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير ويبقى الحب، الذي عرض لأول مرة عام 2006 ثم تمت دبلجته إلى العربية وعرض في عام 2008، وحقق حينها نجاحات كبيرة. ولعب دور البطولة في النسخة التركية النجم خالد أرجنش وبريغواد كوريل، وتحول حبهما في كواليس المسلسل إلى حقيقة، فتزوجا عام 2009 وأثمر زواجهما عن ابنهما علي. تدور قصة المسلسل حول الأرملة الشابة شهرزاد التي فقدت زوجها الشاب في حادث سيارة، تاركا خلفه طفلا لا يعترف به أهل والده الأثرياء، لأنه تزوج شهرزاد دون موافقتهم، ويصاب هذا الطفل بمرض اللوكيميا سرطان الدم، وتعجز إمكانيات شهرزاد عن تغطية الكلفة الباهظة للعملية، فتبدأ الأحداث المشوقة تتطور. هل سيحقق هذا العمل ما حققه المسلسل بنسخته التركية الأصلية؟